السلام عليكم، ازيكم، اخباركم ايه؟ معاكم محمود اشرف وحلقه جديده من برنامج اذ ربما. وزي ما احنا متعودين في برنامج اذ ربما دايما ان احنا بنختار الموضوع بتاعنا من الكومنتات، انتوا اللي بتقترحوا علينا المواضيع واحنا بنشوف الانسب ونتكلم عليه. الموضوع اللي اخترناه النهارده هو نادي بيراميدز، وطبعا احنا مش قناه كرويه فهنتكلم على الموضوع زي ما احنا متعودين من جانب اجتماعي نقدي وبشكل ساخر. وعلشان انا مش محترف في الكوره قوي فيبقى معايا ضيف في الحلقه النهارده هيتكلم معانا في تجربه بيراميدز من الناحيه الاجتماعيه ومن ناحيه ثقافه الشعب. ولما عملنا استفتاء على الفيسبوك لقينا ان 60% ضد تجربه بيراميدز، وطبعا ليهم اسبابهم، فاحنا هنناقش الاسباب دي ونقول وجهه نظرنا في الموضوع. فاستنونا بعد الفاصل وحلقه جديده. الضيف اللي معانا في الحلقه دي هو استاذ احمد رشاد. ازيك يا استاذ احمد؟ استاذ محمود، اخبارك؟ احمد هيكون معايا لان انا حبيت ان يبقى موجود واحد اهلاوي وواحد زملكاوي يتكلموا على الفكره، فانا هسيب الحوار معاك انت في الاول. يعني انت الاول مع ام ضد؟ هو انا رقم واحد كده، سعيد ان انا معاك في الحلقه ديت لان ما شاء الله يعني قناتك والشاشه بتاعتك مسموع الراي العام الراي العام يتابع كده يعني الحمد لله. يعني متابعك انا وثلاثه اصحابي حاجه ممتازه. طب الحمد لله. المهم نيجي نتكلم على نقطه بيراميدز. خلينا نبدا الموضوع من الاول. بيراميدز لما كانت متمثله كلها او قايمه كلها على شخص اسمه تركي آل الشيخ. تركي آل الشيخ ده لما دخل في الرياضه المصريه بوجه عام دخل فكان بيدفع او كان بيقدم الدعم للنادي الاهلي. حلو. ايا كان بيقدم الدعم بمبالغ كام او ساعات او غيره مالناش دعوه، بس كان بيقدم دعم للنادي الاهلي. فكانت اغلبيه الشعب بما انهم اهلاويه فكانوا معاه، كانوا مؤيدين تركي آل الشيخ. لا ده تركي آل الشيخ محب، لا ده داعم، ده راجل اهلاوي، ده راجل ده اللي هو كانوا عاملين اللي هو الرئيس الشرفي تقريبا. الرئيس الشرفي بعد كده خد الرئاسه الشرفيه للنادي الاهلي. بعد كده الموضوع اتحول او بقى نقطه مفصليه بعد موضوع كده لاعب في النادي الاهلي. الزمالك راح اشترى اللي هو عبد الله السعيد. الزمالك راح اشترى عبد الله السعيد، فدي كانت نقطه محوريه، وابتدى هنا الخلاف يدب بقى في ايه؟ في القلعه الحمراء. الله. ابتدى يحصل هجوم من النادي الاهلي او من جماهير النادي الاهلي على تركي آل الشيخ. قال لك لا، انا اعمل لنفسي نادي ولا دماغي، انا استثمر بفلوسي. بدل ما انا بروح استثمر في نادي، لا انا استثمر بفلوسي. ليه ازرع في ارض مش ارضي؟ هنا النقطه بقى. هنا بقى النقطه هنا او في المكان اللي احنا بنتكلم فيه ده. هنا النقطه. سيبك من النقطه البعيده دي. خلينا في النقطه القريبه دي. ماشي. النقطه هنا بقى بتغير كل حاجه. ليه بتغير كل حاجه؟ رقم واحد، دلوقتي الاستثمارات كانت في نادي معين اللي هو الاهلي. وكان في استثمارات في الزمالك، كان في استثمارات في الزمالك، بس الاغلبيه في الاهلي. كانت الاغلبيه في الاهلي. لما جت بقى لما جه الراجل ده يستثمر في نادي بتاعه هو، فكده التورته هتتاكل من ناحيه كده. بدل الفلوس كلها رايحه لنا كنادي او كنادي معين، فالتورته كده هتتقسم، مكان ما هي حتتين هتبقى ثلاثه. وده مش حلو. احنا بنعارض الكلام ده. احنا بنعارض فعلا. ده انا لسه هعلق على النقطه دي. الشعب مش متقبل فكره الانفتاح او الاستثمار في الرياضه. بس الفكره ان انت لو جيت لاي حد في مصر هتلاقي عنده ازدواجيه شويه في الكلام. تمام. من وجهه نظري هتيجي تقول له انت ايه رايك في الاستثمار، يقول لك استثمار انا معاك. لو جبت له سيره الاستثمار الشعب كله يقول لك فعلا احنا محتاجين الاستثمار في الفتره دي محتاجه استثمار. تعالى طبق الاستثمار بقى. تمام. مشكله الاستثمار بيخلي الحاجات الوحشه تطفو على الوش. تمام. الاستثمار في الوقت الحالي في الفساد الضخم اللي احنا عايشين فيه ده مش من مصلحه ناس كتير. العمليه بالنسبه لي انا كمحمود من وجهه نظري عامله زي ايه؟ ان انت عايز الشركه بتاعتك تبقى احسن شركه في الدنيا. طب نعمل ايه؟ نجيب موظف من شركه تانية قوي يقوم لنا الشركه. اول ما هيجي موظف الشركه الجديده هيدوس عليك. فقدامك حاجه من اتنين، يا تطور انت ادائك يا تعمل ايه؟ يا تعمل احسن من اللي الراجل ده بيعمله، يا تطعن في الراجل ده. تمام. عشان تمشي. هي دي مشكلتنا من وجهه نظري. احنا دلوقتي عندنا مبدا احتكاري للكره، هو انا اهلاوي واهلي وزمالك بس. عايز تجيب استثمار، هاتوا استثمار في الناديين دول بس او تحتيهم، ما تطلعش فوق. فانا بدل ما انا اتعب واطور من نفسي واجتهد علشان انا اخد من خبره المدرب، اللي اخد من خبره الموظف الجديد واتعلم منه واطور من نفسي وابقى انا احسن منه او نفسه والشركه تكبر، لا انا اطعم في الموظف الجديد. على فكره كل الجهات الحكوميه وكل الاماكن في مصر كده. تجربه بيراميدز فيها سلبيات كتير، هي مش بس الفكره ان هي حاله جديده داخل الدوري، وبعد كده يقول لك احنا نفسنا نشوف كوره زي اوروبا. طب ما تعالى اتفرج على اوروبا. تعالى اتفرج على الدوري الاوروبي. يعني عندك انا دلوقتي دخلت على ويكيبيديا. تمام. ماشي، بص معايا حتى لما دخلت لقيت مثلا النوادي. عندك نادي ارسنال
تمام. عندك ناس مشاركين فيه اصلا مش من الدوري الانجليزي، مش انجلترا. يا راجل نادي اسمه فولهام صاحبه شهيد خان. عندك مانشستر سيتي منصور بن زايد اماراتي، يقول لك هو حول الرياضه من اخلاق لفلوس. لا معلش، يا الرياضه دي اصلا من يومها في العالم كله فلوس. معلش بقى انا عندي نقطه في نقطه الفلوس دي بقى. امال اللي حصل مع نيمار ده كان ايه؟ مع فلوس. انا راجل معايا. اللي حصل مع كريستيانو رونالدو ده كان ايه؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، انا كانسان في الدنيا شايف انتمائي الديني والوطني والعرقي. طب احنا كده خرجنا عن النقطه الرئيسيه، نرجع بقى لنقطه تاني. انا بس بتكلم في النقطه ايه، ان انتوا مدين الموضوع اكبر من حجمه. دي رياضه، اتفرج واتبسط واستمتع، بس ما تقعدش تقول لك انتماء وفانلة حمراء وفانلة خضراء ونقعد نضرب في بعض. ما انت اهو قاعد قدام انا وانت زملكاوي وانا اهلاوي. بتخط اي حاجه في الاهلي ولا الزمالك ولا اي حاجه، وبتاخدوا على عينكم كل دوري ما بنتكلمش. انا رايك والله. الثلاثه بتاع بيراميدز تشهد. يا خليها تكتيم بقى. نشوف الكومنتات برضو، عشان الكومنتات كانت بصراحه تشيل. من ضمن اللي بيرفض بقى بيقول لك ايه، هات لي منهم تعليقات كده عشان نرد عليك. ما انا اقول لك اهو. قول لي. بوظ الكوره بالفلوس. هو مش الكوره دي اصلا استثمار؟ يعني ايه بوظ الكوره بالفلوس؟ يعني دخل الفلوس في الكوره فالكوره باظت. يعني هي الكوره كانت بتتلعب ليه؟ كانت بتتلعب علشان التسابيح اللعيبه. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. ما هي الكوره اصلا استثمار بسبب تدميره لسوق الصفقات. يعني لو اخذ لاعب ب 10 مليون من فريق، باقي اللاعبين هيترفع سعرهم. غير كده انه بيعمل كل ده عشان فريق تاني، مش عشان يبني فريق ينافس بيه ويكون عنده اخلاق في المنافسه. تمام. انا بقى حلو الكلام ده. حلو الكلام. انا متفق مع الراجل ده تمام. اللي هو رفع سوق الانتقالات. يعني مثلا زي ما بنقول في لعيبه ما تستاهلش مثلا المبالغ الضخمه دي، وهو دفع فيها مبالغ، وهو دفع مبالغ ضخمه عندهم في نادي تاني ممكن. تمام. ده انا متفق معاه شكل الموضوع. لكن انت في يوم من الايام ما انت في يوم من الايام هتوصل للمبالغ دي، وعشان يبقى الدوري بتاعك قوي زي الدوري السعودي او غيره من الدوريات لازم تدفع المبالغ دي. في حاجه كمان، انت كده سوق اصلا اسعار النوادي في الدوري هتترفع. رقم 2 وده الاهم، ان اللاعب ده لما يجي نادي بره يشتريه هيشتريه بسعر اعلى بقى من اللي كان. فانت كده هتدخل بقى هنا ايه، عمله صعبه، فلوس اكتر بقى. فاحنا بنبص دايما تحت رجلينا. تعال نتخيل مع بعض في 3 4 فرق زي بيراميدز في الدوري. انا هقول لك اهو، الدوري هيبقى حاجه، الدوري هيولع. بس المشكله في حاجه، ان الناس كلها هتبقى ضد اللي بيحصل. ليه؟ عشان ما فيش اهلي ودم. واحد كاتب بكره شغل الحريم. اللي احنا بنعمله كشعب هو اللي شغل الحريم. قول لي سمعني شغل. انا مش على فكره هو فراس برضه تركي بيستفزهم. انا معاك في دي. لا هو الراجل مش فراس، هقول لك. لا الراجل فراس بصراحه. يعني هو الراجل مستفز. بس ديت برضه تحسب له، دي تسويقيا تحسب له. يعني هو عارف يشتغل ازاي الراجل بصراحه. طب انا اقول لك على حاجه كرويه بقى. والله العظيم انا كنت قاعد بتفرج على ماتش بيراميدز والاهلي. الاهلي جاب جون، قمت قعدت. ليه؟ عشان بيراميدز المركز الثاني. فبيراميدز لما يخسر في مصلحه مين؟ في مصلحه الزمالك لفريقي، فخلاك تشجع الاهلي. خلاني اشجع. استنى بقى. بيراميدز يتعادل قمت صوتت. ليه؟ لان لو الاهلي كسب عشان الاثنين. يعني انت بقى ما بقاش عندك حاجه اسمها اهلي وزمالك. ما عنديش اهلي وزمالك. انا دلوقتي ببص اللي بيصب مصلحه فريقي. ما بقاش عندك غل تبع نادي واحد اللي هو الاهلي يخسر حتى لو على ايه بقى. لا. مش مشكله الاهلي يكسب مثلا. يعني لو طلع الجيش مثلا لاعب مثلا الاهلي، ببقى عايز طلائع الجيش يكسب الاهلي، مش عشان طلائع الجيش غياظه، عشان غصب في الاهلي. لكن دلوقتي انا عايز مثلا الاهلي يكسب بيراميدز عشان مصلحه الزمالك. يبقى انا كده ببص بفكر مختلف. كده برضو تركي آل الشيخ، ودي نقطه تحسب له. عايزين فلوس. طبعا احنا طالعين الحلقه دي الراجل لابس تيشيرت ازرق. ايوه. وانا لابس حاجه عليها ابيض فازرق. ده طبعا بيراميدز، لان احنا معناش فلوس نجيب تيشيرتين. فبنناشد الاستاذ تركي آل الشيخ يجيب لنا تيشيرتات بيراميدز. بناصر. ده القلب ازرق. لا والله احنا ما بنطبلش، احنا بنهزر والله. يا راجل. فاحنا بنتكلم وجهه نظرنا اللي احنا سواء محمود او انا، احنا الاثنين بنأيد فكره ضد التعصب، وانا بأيد فكره في حركه. وبعدين خلينا نتكلم بشكل اوسع دلوقتي. البرازيل سددت ديونها من خلال الكوره. البرازيل انتقلت حركه ثاني دلوقتي. البرازيل اغلب استثمار في الكوره. سؤال كمان يا والبن. البن البرازيلي. البن برازيلي. في نهايه الامر انا واحمد برضو مع تجربه بيراميدز دي، وناس كتير مع التجربه دي، بس للاسف الاغلبيه العظمى مش من مصلحتها ان التجربه دي تتم. والله لو انت شايف بقى ان هو داخل الدوري استثمار، مش عشان الاستثمار، داخل عشان يغض الاهلي ويكيد في الاهلي، فهنشوف. يعني كله هيبان مع الوقت، بلاش نسبق الاحداث. سيب الناس تشتغل، وسيب يمكن التجربه تنجح. في حاله ان التجربه دي تنجح، انها هتنقل الدوري بشكل كبير جدا الفتره الجايه. يكفي ان انت دلوقتي قاعد مستني ماتش يعتبر ماتش قمه الاهلي مش موجود فيه.
او منتظر ماتش قمه الزمالك مش موجوده فيه، اللي هو ماتش بين بيراميدز وبين واحد في الاثنين. فده في حد ذاته بيخلي المنافسه بدل ما كانت 2 مع بعض هيبقوا 3. السنه دي ممكن الزمالك تاخد الدوري، السنه الجايه بيراميدز. انا نفسي تاخد الدوري بيراميدز صراحه، نفسي الناس دي تشتغل. زهقت من كتر ما الاهلي بياخد الدوري. انا نفسي الفتره الجايه دي بيراميدز بصراحه تعمل حاجه وتاخد الدوري، عشان اكون صراحه. اي نعم انا ممكن الناس تشتمني في الكومنتات، بس دي وجهه نظر. لا هي بيراميدز ان شاء الله هتعمل حاجه، بس مش في الدوري ده. لا الدوري الجاي. الدوري ده بشكله بتاع الزمالك وهيتلغي عشان انتوا وشنا احسن. لا ربنا يستر. يا ريت تشاركونا برايكم في الكومنتات وتعرفونا انتوا وجهتكم ايه بمنتهى الادب والاحترام، وبلاش الكلام بتاع ايه اللي احنا بنسمعه من بعض ومش فاهمين ده، اللي هو بوظ الكوره بالفلوس. مفيش حاجه اسمها كده. روح اتفرج على الدوري الانجليزي. لو عجبتك الحلقه شاركنا برايك، او لو ما عجبتكش شاركنا برضو برايك، نحترمه فوق راسنا من فوق. وما تنساش تدوس لايك وتشترك طبعا معانا في القناه. ولو عندك اي موضوع حابب نتناقش فيه في حلقات ايد ربما الجايه سيبوا لنا في الكومنتات ايا كان نوعه. برنامج ايد ربما برنامج مفتوح زي ما انتم عارفين. ممكن حلقه يطلع معايا حد، ممكن حلقه بقى لوحدي، ممكن حلقه نتكلم فيها في موضوع، بتبقى الموضوع فيها مفتوح. شكرا. اقفل انت بقى الحلقه سهل. احب اشكر كل جمهور الاستاذ محمود على سعه صدره. السلام عليكم يا جماعه. عشان ده يبدا يقلش عليا، ده جاي قناتي يتريق عليا. السلام عليكم.